دولار كمان. والحقيقه ان علاقاته كانت بتزيد بشكل كبير جدا مع الوقت، وطموحه كمان كان اكبر واكبر. ده غير انه كان صياد من النوع التقيل، وده اللي خلاه يقدر يستحوذ على سلسله متاجر اسمها هارودز، وكانت مشهوره جدا في لندن وقتها. والكلام ده حصل تحديدا في سنه 1985. والكلام ده حصل بعد حرب شرسه جدا ما بين الفايد واخواته الاثنين علي وصلاح الدين من جهه، وراجل اعمال انجليزي مشهور جدا اسمه تيني رولاند. سلسله المتاجر دي بقى كانت المفضله عند العائله الملكيه في بريطانيا، واغنى العائلات الملكيه في العالم كمان. وهنا كان بدا كلام كتير جدا يطلع عن محمد الفايد وثروته، وان الفلوس اللي اشترى بيها متاجر هارودز دي واللي هي 615 مليون جنيه استرليني ما كانتش فلوسه من الاساس، وان هو اشترى سلسله المتاجر دي بالوكاله عن سلطان بروناي حسن البلقيه، واللي كان بتربطه بيه علاقه صداقه قويه جدا وقتها. وبالمناسبه سلطان بروناي كان بيتحكم في ثروه تتعدى ال 25 مليار جنيه استرليني وقتها، وكانت موجوده كلها في انجلترا وتحديدا في مدينه لندن. ومحمد الفايد لعب دور محوري في انقاذ الجنيه الاسترليني في الثمانينات من خلال علاقته بسلطان بروناي، اللي كانت قيمته عماله تقل قصاد الدولار باستمرار مع تخلي الدول تدريجيا عن الجنيه الاسترليني واتجاههم